هاي، ازيكم؟ انا مريان، هكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. في أكذوبة بتقول إن التربية دي حاجة بالفطرة، يعني وانس إن أنا خلفت وبقيت أم خلاص بقى كل السوفت وير بتاع التربية هينزل تلقائي وهعرف أربي وأبقى أم زي الفل والدنيا هتبقى تمام ومفيش أي حاجة. الحقيقة إن الكلام ده غلط جدا جدا. التربية ليها قواعد وقوانين زي أي حاجة في الدنيا، وليها الكتب بتاعت المذاكرة بتاعتها زي كل العلوم اللي موجودة في الحياة. ليه التربية مش بالفطرة؟ لأنه في الحقيقة الفطرة اللي أنا هربي بيها دي هي فطرة التربية اللي أنا اتربيت بيها، سواء بقى كانت طريقة صح أو طريقة غلط، بس هي دي الطريقة اللي أنا أعرفها. وهلاقي نفسي تلقائيا بعملها مع أولادي وأنا مش مدركة، وحتى مش عارفة إذا كان اللي أنا اتعمل فيا ده وبعمله في ولادي ده صح ولا غلط. علشان كده التربية مش بالفطرة. زي مثلا الناس اللي بتقول ما احنا كلنا اتضربنا واحنا صغيرين وطلعنا زي الفل. لا، في الحقيقة ما طلعناش زي الفل، عندنا مشاكل وعندنا حاجات بتخوفنا وبنتضايق وبنتعصب او بنخاف من المجتمع، او عندنا عصبية زيادة، عندنا مشاكل، اكيد هيكون عندنا مشاكل. ففي فرق ما بين اتربينا كويس واتربينا صح وكويس. التربية الكويسة سهلة جدا، يعني ابني عمل حاجة غلط اقوم مدياله قلمين، ابني مش عارفة عمل ايه اقوم معلقاه من حواجب عينيه. لكن التربية الصح هي ان هو لما يغلط انا هتعامل ازاي مع الغلط اللي هو عمله ده من غير ما هو يتأذي، بحيث ان هو يتعلم وما يبطلش الغلط عشان خاطر هو خايف مني او خايف من العقاب او خايف من الضرب، لكن علشان فهم وادرك انه دي كانت حاجة غلط. هي دي التربية الصح، وهو ده الاسلوب الاصعب، مش التربية الكويسة بس. التربية لازم تكون كويسة وبطريقة صح. وبليز بليز يا جماعة نخلي بالنا جدا من الدراما بيبقى فيها طرق في التعامل مع الأطفال أو في التربية مش ضروري تكون صح، في أوقات بتكون صح، لكن في أوقات تانية كتير جدا جدا بتبقى غلط. فلو سمحتوا بلاش نتأثر بالدراما. لما نذاكر تربية لازم نذاكر من مصادر موثوق فيها، مصادر علمية، علشان نكون بنطبق بطريقة صح، مش أي معلومة نسمعها طايرة تكون بتأثر علينا. لازم نكون بندور على مصادر موثوق فيها. ميرسي، اشوفكم الفيديو الجاي.